وانا بتقلب وانا نايمه وبعمل ايدي كده على جنبي على السرير لقيت حد نايم جنبي. انا بنت عندي 35 سنه، جالي فرصه عمل كويسه جدا في دوله عربيه، وبالفعل طبعا كنت طايره من الفرح وما اتاخرتش ابدا، بسرعه حضرت ورقي وحاجتي وبالفعل سافرت وانا ما كنتش مجهزه طبعا اي حاجه ولا حتى ليا اي حد اعرفه هناك. ومن هنا اول ما نزلت بدات ادور على سكن وبدات ادور على مكان. المهم اللي بالفعل كده فضلت ادور واسال لحد بالفعل ما وصلت لشقه كده كويسه وكانت مناسبه جدا من وجهه نظري وسكنت فيها. ولكن بقى من يوم ما رحت الشقه دي وانا بصراحه ما لقيتش فيها راحتي ابدا. دايما الجيران اللي جنبي بيعملوا صوت عالي جدا وهبد ورزع واصوات لدرجه ما كنتش بعرف انام ولا بعرف ارتاح. المهم فضلت كل شويه اكبر دماغي واقول يعني هم حرين، بس انا فعلا حقيقي انا مش عارفه انام. ايه الاصوات دي؟ معقوله في ناس كده في عز الليل تعمل الاصوات والدوشه دي كلها؟ وفي يوم من الايام كنت جايه من شغلي مضغوطه جدا وتعبانه ومش عارفه فعلا انام ولا عارفه ارتاح من كتر الدوشه اللي هم بيعملوها. لقيت نفسي خارجه وانا متعصبه جدا بخبط وبرزع طبعا علشان هم عاملين صوت ودوشه عاليه يسمعوني، وهبت على الباب بتاع الجيران وقلت لهم طبعا يعني ينفع كده؟ ينفع الصوت اللي انتوا عاملينه ده؟ ردت طبعا عليا ست كبيره كده كانت في السن هي اللي فتحت لي الباب، ولكن كان شكلها بصراحه يعني مخيف شويه كده، ما ارتحتش ابدا في الكلام معاها. لقيتها طبعا شخطت فيا وزعقت لي وقالت لي بقول لك ايه، انت مالكيش غير بس شقتك ومالكيش دعوه نعمل صوت ما نعملش صوت، احنا خيرا هنام وارتاح. المهم ان فعلا نمت ورحت فعلا في النوم وانا بتقلب وانا نايمه وبعمل ايدي كده على جنبي على السرير لقيت حد نايم جنبي. قمت طبعا نطيت ولقيت الست العجوزه اياها اللي فتحت لي عند الجيران هي اللي نايمه جنبي. قمت طبعا صرخت وما بقتش عارفه اعمل ايه، يا ربي ايه ده؟ ومجرد ما جريت نورت النور ما لقيت لهاش اي وجود لا على السرير ولا في الاوضه اصلا. جريت ابص على باب الشقه بتاعي لقيت باب الشقه مقفول والشبابيك بتاعتي مقفوله. طب ايه اللي انا شفته ده؟ رجعت قلت لنفسي يمكن انا من كتر عصبيتي ومن كتر ما انا كنت متضايقه منهم وشكلها المخيف علق في دماغي يمكن كان بيتهيأ لي، واليوم بتاعي عدى وما اهتمتش وما خدتش في بالي. ولكن بقى في تاني ليله لقيت نفس الموضوع بيتكرر تاني وبيحصل لي، نفس الست بنفس شكلها المخيف دي الاقيها واقفه في ركن اوضه عندي في زاويه معينه عندي وشكلها فعلا مخيف جدا، شعرها منكوش. بصراحه انا كنت بشوفها بنفس الشكل اللي شفتها فيه يوم ما راحت وفتحت لي الباب. من هنا بقيت بصراحه مرعوبه ومش عارفه الست دي ازاي بتخش بيتي او بتيجي. رحت بصراحه تاني وخبطت، ولكن مش هي ابدا اللي فتحت لي واحده تانيه خالص هي تعتبر يعني من دوري او اكبر مني شويه وست محترمه جدا. فبقول لها يعني الصوت والدوشه وكده، فقالت لي صوت ايه ودوشه ايه؟ على فكره احنا لسه جايين يا دوبك امبارح بس ومفيش عندي حتى اطفال ولا اي حد بيعمل اي صوت. قلت لها يا ستي ازاي؟ انا من حوالي كده كام يوم جيت خبطت وفتحت لي واحده ست كبيره وكان شعرها ابيض جدا ويعني كان شكلها كده مخيف شويه. قالت لي لا الشقه دي زي ما انت شايفه ما فيهاش اي حد غير انا وجوزي بس وما بنجيش فيها غير من وقت للتاني وبقالنا اكتر من كذا شهر ما جيناش فيها ولسه يا دوبك جايين بس من يوم، فانت ايه اللي بتقولي ده؟ ممكن يكون في شقه تانيه او حد تاني. من هنا ما لقيتش اي رد ارد بيه على الست دي، خدت بعضي وانا في دماغي 100 سؤال وسؤال ورجعت شقتي تاني وانا بضرب كف على كف ومش عارفه فعلا الست اللي طلعت لي وكلمتني الكبيره ام شكل مخيف دي تبقى مين؟ امال انا وقفت زعقت واتكلمت مع مين؟ طيب لو هو فعلا زي ما هي ما بتقول كده، طب بقى كده يبقى دي مش شخصيه حقيقيه، يبقى ده شبح، يبقى ده عفريت، طب ده ايه؟ طيب مين اللي كل ليله بتجيلي في اوضه نومي وتنام جنبي على السرير او بلاقيها في كل ركن وفي كل زاويه عندي في اوضه نومي؟ من هنا بقيت مرعوبه فعلا لدرجه ان انا حاليا دلوقتي بفكر ان انا اسيب السكن ده واخد حاجه تانية او شقه تانية غير الشقه طبعا اللي انا فيها دي، لان بصراحه كده انا مش لاقيه فيها راحتي. الدوشه والصوت راح ولكن الست اللي بتظهر في كل ركن عندي في اوضه نومي مازال بتظهر لي، واوقات كتيره جدا جدا بشوف خيالها او بحس بيها نايمه جنبي على السرير. من هنا انا خلاص قلت لا انا لازم في اقرب وقت اشوف لي سكن تاني، شقه تانيه، مكان تاني، لان فعلا مش عارفه ابدا اعيش في السكن ده. وانا كنت حابه ان انا ابعت لكم القصه دي واحكيها لكم لان فعلا المواقف دي حقيقيه وبتحصل لينا كلنا كل يوم. ومن فضلكم لو اي حد بقى اتعرض لاي موقف شبه كده او عنده اي قصه مخيفه او مرعبه يبعتها لنا على الخاص. ومن فضلكم ما تنسوش متابعه لايك شير عشان يوصلك مني كل جديد. كانت معكم امينه الزهري.